بحمد الله تبارك وتعالى، كان هذا الاحتفال المبارك سببا في تحريك كثير من المياه الآسنة الراكدة. على الأقل إنه أيقظ ضمائر الكثيرين، نور الكثيرين. لا أقل أنه جعل هذا الزخم في هذه الأمة، وهذا زخم مطلوب لكي يفرز الباطل عن الحق. كون هذا الزخم ومناقشات ومداولات الآن ومحاورات ولو على الفضائيات ومواقع الإنترنت، صارت حالة وزخم خاص أدى إلى أن تطرح هذه الأمور على الملأ وتحت الضوء. على الأقل ظهر أنه في هذه الأمة صوتان، لا صوت واحد، صوت مع عائشة وصوت ضد عائشة. هذا جيد ووصل إلى الغرب الآن الحمد لله. حتى هنا مثلا في بريطانيا بسبب هؤلاء الحمقى الوهابيين ويرفعون قضايا وكذا، صار خلص يعني صار واضح عند الإعلام البريطاني أكو صوتان، لا صوت واحد، صوت مع عائشة وصوت ضد عائشة. هذا أمر جيد. أستطيع أن أقول أننا بحمد الله تبارك وتعالى غيرنا الطقس الإسلامي بهذه الخطوة المباركة التي قمنا بها. إني أعلنها نصرا. صحيح أننا يعني نتعرض بسبب هذه الخطوة إلى كثير من المخاطر، صحيح أننا مهددون بالقتل، صحيح أننا خسرنا خسائر دنيوية لكن ليس لها قيمة. أغلقت قناتنا مثلا، وإن شاء الله تعود في المستقبل، الله عز وجل يجعل فرجا من حيث لا نحتسب. بشوية تضيقت تحركاتنا لأنه من باب الاحتياط. سحبت الجنسية. هذه خسائر دنيوية لا محل لها من الإعراب في وسط طريق الجهاد. إنما أعظم نصر تحقق هو هذا الزخم وتغير هذا الطقس. التاريخ الإسلامي بدأ مرحلة جديدة من هذه اللحظة الحمد لله. هذا التاريخ الذي سيسجل أنه قد أجريت مباهلة كبرى كما هم سموها، لم تكن صغرى، مباهلة كبرى غير مسبوقة. كان فيها سيف بتار يقول بملء الفم: أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار. هذه كلمة انتشرت في الفضاء الإعلامي كله وفي فضاء هذه الأمة، ووصلت ودخلت في كل بيت الآن. هم بحماقتهم روجوا، هم بحماقتهم نشروا. الحمد لله، على الأقل أقيمت الحجة. على الأقل الآن كل بيت من بيوت المسلمين وصلت إليه هذه الكلمة، وعلى أهل ذلك البيت أن يفتشوا عما وراءها، وسيصلوا إلى ما وراءها، ويعرفوا أن هذه الكلمة انطلقت من حناجر المؤمنين الصادقين المخلصين الذين بقوا على الوفاء والعهد لرسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، إنه تاريخ جديد. ما قبل هذا الاحتفال شيء وما بعده شيء آخر. تاريخ ما قبل الاحتفال كان ذا طقس معين، ما بعد الاحتفال ذو طقس آخر. مرحلة جديدة تغيرت فيها كثير من الأمور، تغيرت فيها كثير من الوقائع. فالحمد لله، إنه منعطف تاريخي عظيم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأملنا إن شاء الله أن الأمة تقترب أكثر إلى نور أهل البيت عليهم السلام، وتبتعد عن ظلمات أعدائهم، وتكتشف حقيقة أعدائهم والمنافقين الذين لوثوا الإسلام وزوروه وعبثوا به
وأفسدوا فيه. هذا أملنا إن شاء الله سيتحقق، ونحن نرى البشائر من الآن. الحمد لله، نعمة عظيمة من الله، نعمة عظيمة من الله. الحمد لله، الحمد لله الذي وفقنا لهذا. أسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يهدي كل أبناء هذه الأمة، وأسأله تعالى أن يعجل فرج مولانا صاحب الأمر صلوات الله عليه. وهذه هديتنا إليه، هذا الذي صنعناه كان هدية إلى مولانا صاحب الأمر صلوات الله عليه، أن نسهم ولو بشيء قليل في كشف باطل أعدائهم وإزهاق هذا الباطل. أتمنى من مولاي صاحب الأمر صلوات الله عليه أن يتقبل هذا منا، وأن يكون معنا ويشملنا بدعائه. بهذا، وأظنها وصلت إلى الحلقة 30 من هذه التعليقات، بهذا نعلن ختام هذه الحملة، حملة أعداء عائشة، على قياس حملة أبناء وأنصار عائشة. وإن شاء الله نراكم في الاحتفال المقبل، وكل عام وأنتم بخير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وتعالى